معنا لطفية نخاش ام سميح، ساكنة بحي جبل الدولة بالناصري. احكي لي شو هي المشاكل اللي بتعانوا منها من هذا الشارع؟ بنعاني من الشارع دائما ملان اوساخ، دائما خرجوا خشطوه خربوه. بنعاني بالسيارات بالليل، اذا الواحد يطلع بالسيارة اطفائية اجت تطفي، يعني صار حريق، فيش حدا يقدر، فيش مجال تفوت السيارة يطفيها. بدنا محل السيارات تكون آمن، يعني يقيموا السيارات من الشوارع، هاي بدنا اياها، هذا المطالبه. يعملوا حنيون للناس. وعن الشارع وسخ كثير وخشطوه وخربوه، والعبارات ملانه اوساخ وكل شيء. هذا يعمل كل حالتنا تعشوفي بالليل. وكيف الاولاد بيروحوا الصبح على المدرسة؟ بروحوا تلاقيه تراجع، واللي بركض واللي بيطلع واللي بينزل، زي يعني مضبوط. يعني الاولاد يعني تعبانين كثير كثير، والطريق مش امين للاولاد. هاي الضروبه، هاي الضروبه مش امين بالذات للبنات، ولا البنات ولا الاولاد، كله صار امان. حتى بتخوف، لازم يكون طريق وسيعه كبيره الاولاد يمرقوا منها. هذا هو الزفتة. بدنا يزفتوها، خربوا لنا باب الدار. يا شوف صوروا باب الدار هون تحت، كل الصورات الكتيات كلها مخربة، خشطوها. يعني خشطوها عشان ما تتزحلق السيارة. بس تزحلق السيارة، صارت تزحلق الناس أكثر. صلى منطقة بتصل عند تحت الجامع اللي تحت السيارات، ما بقدرش يطلع لفوق، بقدر يمرق من باب الدار من هون. بس أنا صعب من السيارات. أصعب إشي عندنا جبل الدولة بالليل. شو بصير؟ سيارات على السيارة من يوم ما الأولاد يمركوا للموت. إذا بصير حريقة فيش مجال سيارة إطفاء تفوت تصفي. مضبوط يعني ولا لا؟ هذا هو. معنا المواطن حاتم نخاش من حي جبل الدولة. احكي لي شو المشاكل اللي بتعانوا منها من الحي؟ مشاكل كثيرة والله. مشاكل السيارات، حنيون السيارات، فيش موقف للسيارات، اكتظاظ، فيش ملاعب للاولاد، فيش محل يلعبوا الاولاد بالشارع، ولا في فطلوا بيلعبوا بالشارع. ومشكلة بيوت بفيض بالشارع هون. صارت حريقة بالحارة هون، فيش سيارة طفي. سيارة النفايات تفوت على الحارة، مشكلة هون كمان. تكون السيارة صافة على اليمين على الشمال، ما تقدرش تفوت كمان. وشو مشكلة الشارع عندكم؟ الشارع ضيق، فيش حنيون السيارة، لو وسعوا الشارع الناس بتصف على الشمال، يطلع كيف؟ مالك بالنسبة للزفتة؟ والزفتة كمان مشكلة. الزفتة هون الشارع ما زفت، صار يمكن 20 سنة ما زفت الشارع هون. توجهتوا للبلدية؟ والله كثير توجهوا للبلدية، بس فيش حدا. وقت انت لو في انتخابات بيشتغلوا. معنا ام يوسف نداف من جبل الدولة. احكي لي شو المشاكل الشارع اللي بتعانوا منها؟ المشاكل اللي عندنا احنا هون اهم شيء هو الشارع اللي خربوه ودشروه. ثاني شيء سيارة اطفاء ان ولعت حريقة فيش حدا بيجي يطفيها يعني. ثالث شيء الاولاد المدرسة، يعني انا عندي اولاد ابني موقف هون، اروح انا مرات وصينا على المدرسة لانه ضروري بتخوف. ضروري كثير بتخوف، يعني مش باركينش على بنت ابني بنزل لحالها مرة، لا اما بتجيبها لا انا راح اجيبها مرة، لا مع جمعة الاولاد عند روح. لازم نشوف حل المشكلة هاي، واهم شيء مشكلة الشارع. يعني شو بتطول بالشارع؟ بس يضبطوا لنا اياه الشارع الكريم، يعني يرجعوا يزفتوا كمان مرة؟ يزفتوا كمان مرة، يعني خربوه هن ما عمروهوش. بتأمل انه تصل رسالتنا للبلدية ويجوا ورياض بنحكي من حي جبل الدولة، انه لما نكون نازلين على المدرسة بالشتاء في خطر، يعني تزحلق وكله الشارع مخشب والزروبة ومش الزروبة، وفي طريق وحلي وبضلوا يفركشوا ملان حجارة وفيش محل نلعب، يعني فيش نوادي كثير. لما نيجي ننزل نلعب فيش ملاعب، لما ننزل نلعب يسلكونا، مش لازم. يعني ايش بتساووا بعد المدرسة؟ بعد المدرسة بدرس أنا ندرس ونحاول ننزل نلعب، بس فيش محلات زيك تلعبوا بالشارع؟ زيك والسيارات مصفوفات على جنب، فيش حنينات، فيش شيء. نلعب بالشارع. كيف الشارع هون بس تنزلوا بتقعوا؟ خطر بالشتاء، خطر يعني هون بزحلق كثير تحت جورة، يعني مقدرش نمرق، اولاد صغار. اولاد صوف الروضة نازل معنا وبسطينا، واولاد الاوائل صغار ما بقدرش لما يزقوا الشارع، لازم يعيدوا يزقوا من جديد ويعملوا نوادي كثير، يعني فيش محلات. معنا يوسف سلام من حي جبل الدولة بالناصري. احكي لي شو المشاكل اللي بتعاني منها؟ المشاكل تبعتنا هون اول شيء الشارع. ماله؟
الشارع كلياته دبات كله طبص. المغربيات سيارة بتطلع من هون تيرجعوا على بعض، ومليح اللي بعدين بيرجعوا على بعض عشان ولاد حارة واحدة وبحبوا بعض بيرجعوا. هسه احنا لقدام نعرف شو بصير الجيل اللي طالع هذا. اليوم انت بتعال المغربيات ما فيش سيارة تفوت بالمرة، هلا السيارات على الناحيتين. تاني اشي عندنا هون نادي ما فيش كبار، كلاتهم كل واحد مفلس مش عارف حاله وين بده يروح، قاعدين ما فيش اشي. اشي واحد فرجيك عندي الجامع، انا عملتنا هاي تساوي هي شايف افوت سيارات انا جوا عندي سياره واحده بتفوت هون. زي احنا شو اليوم بتشوفي كل السيارات بتصف هون، ما فيش محل للحاره بالمره يعني. بعدين بالنسبه هذا اخر من قبل 45 سنه يقول اكثر. توجهت للبلديه؟ وجهنا ما فيش اي شيء، ما فيش ما يمديك. شو كانوا يحكوا لك؟ ولا شيء طيب وشو اسمه حاضر ومش حاضر وما فيش حدا اجى يعني من يوم ما بس يوم الانتخابات شفناها بالحاره كل 4 سنين مرة 5 سنين. يمكن 4 سنين او اكثر حتى المره. هذا الموجود بالحاره هنا. عندنا هنا الحاره ليه بطل يجوا عمال الزباله يرموا الزباله هون؟ الزباله بتيجي في مرات بيجوا هنا بقوم تبع الزباله بيبعتوا اولاده على البيوت ينادوهم الساعه 4 عشان يقيموا سيارات عشان يقدروا ياخذوا الزباله بهم. شو بتساوي بعد المدرسه؟ ندرس وبنلعب بالدار بالحارة، نلعب فاتبول، فيش محل نلعب، بنلعب فاتبول بصيروا يصيحونا عشان السيارات تدخل السيارة بصير يصيحونا، فيش محل نلعب. مش حرام ما يركبوش هذا بسكليت يكون له محل يلعب فيه؟ مش حرام هذا ما يعيش زي باقي طفولي؟ وين طفولته هذا؟ هي ضايع بالشارع هون، ما فيش محل يلعب فيه بالمرة. الحي صراحة وضع القطاع الجنوبي بشكل عام، القطاع الجنوبي بدون 3 أحياء، بير الأمير وجبل الدولي والفخورة. زي ما سمعت المسؤولين وزي ما حكوا وصرحوا أهالي الحي نفسهم ان هناك قصص مثيره للحي للقطاع الجنوبي كاكمله. احنا موجودين اليوم الحلقه الاولى خلينا نقول في حي جبل الدوله، اللي سمعنا وسمعت انت على مرأى الجميع القصص اللي عم بتصير في داخل الحي، من ازمه، من اختناق، من اهمالات، من اهمال خلينا نقول، من تهميش لحي جبل الدوله. بغض النظر في كثافه سكانيه اكثر من 11,000 نسمه يسكنوا حي جبل الدوله. الاهمالات الموجوده بقول احنا بندفع ارنونه من غير خدمات، اللي بقول لك بالكثير بيجي سياره نفايات، سياره زباله بين قوسين بلمس الزباله وبدهم طالعين. في عندنا في الشارع تحت اللي تصور على مثلا الشارع تحت من سنتين الشارع تملس واجوا جرحوه الشارع، خشطوه الشارع مشان يعبدوه لمره من جديده سنتين، وبعده ما صارش تعبيد للشارع. لو انه كان هذا الشارع في حي ثاني، وانا اقصد في حي معين داخل مدينة الناصرة لعبد أكثر من 20 مرة في السنة، وأنا واضح هون إيش عم بقول ودقيق. بالنسبة للطلاب، بالنسبة للنوادي، بالنسبة للطريق اللي ولاد جبل الدولي بيصلوها للمدرسة حي بير الأمير، الطريق تصورت على ما أظن الصورة تاعنا عن 1000 كلمة، أنا بدي أختصر بدي عناوين. إحنا اليوم كحلقة أولى موجودين في جبل الدولي، هنالك بير الأمير، هنالك قصص، مش قصة ولا قصتين ولا 4 قصص في حي بير الأمير، وناهيك عن الحلقة الثالثة ومش الأخيرة طبعا اللي هي حي الفخورة. اليوم أهل الحي صرح بما فيه الكفاية وأدلوا بدلوهم بما فيه الكفاية على الإهمال والتهميش الموجود فيه القطاع الجنوبي بشكل عام وحي جبل الدولي بشكل خاص.